مسجد هيرات الكبير. هيرات مدينة عريقة تزخر بالفن والأدب والتصوف، حيث يجسد كل حجر وكل طوب وكل نقش في مبانيها التاريخية لغة تصويرية عبر القرون. وتقف في هذه المدينة تحفة معمارية إسلامية فريدة. هذه التحفة العظيمة هي مسجد هيرات الكبير، الذي وضع أساسه في عهد السلطان غياث الدين محمد الغوري، ويقال أنه كان معبدا قبل الإسلام ب4000 عام. ولكن عندما فتحت هيرات في عهد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه، تحول المعبد إلى مسجد يخر فيه المسلمون سجدا خالصا لعبادة الله تعالى. يعد مسجد هيرات الكبير مسجدا فريدا من نوعه في أفغانستان، يتميز ليس فقط بخلفيته التاريخية، بل أيضا بجوانبه الفنية والمعمارية. يعد مسجد هيرات الكبير أحد أهم المواقع التاريخية والثقافية، ليس فقط في ولاية هيرات، بل في العالم الإسلامي أيضا. وحسب آراء بعض المؤرخين، يعود تاريخ هذا المسجد إلى حوالي 4000 عام، أي إلى 2000 عام قبل ميلاد المسيح عليه السلام. قبل أن يعتنق أهل هيرات الدين الإسلامي، كان هذا المكان معبدا للآريين الزردشتيين. ثم في عام 29 للهجرة القمرية، في عهد الخليفة الثالث من الخلفاء الراشدين، عندما اعتنق أهل هيرات الإسلام، فحول هذا المعبد إلى مسجد. يتمتع هذا المسجد بتاريخ عريق وقديم جدا، فقد كان قبل 4000 عام معبدا، ثم بعد فتح هيرات في عهد الخليفة الثالث من الخلفاء الراشدين، أطلق عليه اسم المسجد الكبير. يعد مسجد هيرات الكبير خامس أكبر مسجد في العالم، ذو تاريخ عريق يعكس غنى ثقافتنا. يعد هذا المسجد فخرا مشتركا لجميع المسلمين في جميع أنحاء العالم. الآن ونحن نقف عند موقع مسجد هيرات الكبير، يمكننا القول إنه ليس أحد المعالم التاريخية في هيرات فحسب، بل أحد أهم المواقع التاريخية في العالم. إنه خامس أكبر مسجد في العالم، ومصدر فخر لشعب أفغانستان، وليس فقط لشعب هيرات. ويعد هذا المسجد الخامس من حيث الحجم في العالم الإسلامي، وهو كنز مشترك ومصدر فخر لجميع المسلمين حول العالم، ولا سيما لسكان هيرات الذين يفخرون به على الدوام. كل طوب من المسجد تحمل نبض التاريخ. على مر القرون دمرت أجزاء منه بفعل الزلازل العنيفة، لكن أعيد بناؤها، ولا تزال زخارف القيشاني والمنمنمات التي أنجزت في عهد غياث الدين الغوري نابضة بالحياة على جدرانه. هذا المبنى شاهد على تحديات الزمن، وعلامة على الحروب والكوارث الطبيعية وجهود الإنسان. كل جزء من هذا التاريخ يذكرنا بالفن والإيمان وبقاء هذه الأمة. الهيكل الداخلي والخارجي للمسجد يجسد جمال التناسق الهندسي، ورقة المحاريب، وعلو المآذن الجمال في فن الترتيب. أما النقوش الخطية فتنعش روح الناظر. هنا كل زاوية مليئة بالمعنى الفني والديني، ويختبر كل زائر غموض التاريخ والهوية والثقافة إلى جانب هذا الجمال.
تغطي جدران هذا المسجد المقدس القيشانيات ذات الأشكال النجمية التاريخية، ومن أمثلتها قيشانيات نجمية من العهد الغوري صنعت في زمن السلطان غياث الدين الغوري، ويمكن مشاهدتها عند المدخل الأول للمسجد في ورشة صناعة القيشانيات التابعة لإدارة الحفظ والترميم. كما تشاهد القيشانيات البارزة من العهد التيموري في قاعة الصلاة الواقعة في الجهة الجنوبية الغربية من المسجد. جنوب غربی سن مسجد جامع قرار داره، شما اونجا مشاهده بکنید. هلته چې کوم هغه هنري سبک و عملته کوم د إن الطراز الفني والقيشانيات المستخدمة هنا خصوصا من العصر التيموري تعد فريدة واستثنائية، فمن الناحية الفنية والمعمارية سواء على المستوى الإقليمي أو الإسلامي أو العالمي يحمل هذا المسجد حرفية عالية وقيمة تاريخية. یو ځانګړی ارزښت او اهمیت لري. لا يزال القدر ذو الغليان السبعة المعروف بديغ هفت جوش موجودا في هذا المكان حتى اليوم. كان في الماضي يملأ بشراب خاص في الأيام المباركة لأغراض الشفاء. كان الناس يأتون من أماكن بعيدة يشربون منه كأسا طلبا للشفاء ويأخذون الآخر إلى بيوتهم للمرضى. صنع هذا القدر في عهد سلالة آل كرد، والقدر موجود هناك، وكان الاعتقاد أنه مصنوع من 7 معادن مختلفة ونقشت عليه آيات من القرآن الكريم، وكما أنه مصنوع من 7 معادن فتمتزج وتتواءم فيما بينها، لذلك نسبت إليه خصائص الشفاء بإذن الله تعالى. يضم مسجد هرات الكبير 480 قبة و6 بوابات كبيرة، ويجري العمل حاليا على بناء المزيد من البوابات الإضافية لتسهيل دخول المصلين. ويتسع في آن واحد ل100,000 مصل، بينما يتوافد إليه في الأيام الخاصة نحو 50 إلى 60 ألف مصل. تحيط به حديقة تمتد على مساحة تتراوح بين 20 إلى 25 جريبا، نحو 4 إلى 5 فدانا، ويعمل فيه 30 خادما يتولون العناية اليومية بالمكان. تخمين 100,000 نفر به داخل خود مسجد يقدر أن المسجد يتسع لحوالي 100,000 مصل داخل ساحاته وفي محيطه. يعمل فيه حاليا 32 خادما، وهذا العدد غير كاف لتلبية متطلبات خدمة هذا المسجد الشريف. وتقريبا تمتد ساحته على 20 جريبا من الأرض، ومعظم هذه المساحة متهدمة وتحتاج إلى ترميم عاجل. نأمل أن يتعاون كبار المجتمع في دعم جهود الإعمار وحل مشكلات السكان المرتبطة بهذا الموقع. وفي ليلة الجمعة على وجه الخصوص قد يصل عدد المصلين إلى نحو 60,000، الأمر الذي يستدعي توفير خدمات إضافية مناسبة لمساندة هؤلاء المصلين وتلبية احتياجاتهم. من روائع مسجد هرات الكبير التي أضفت جمالا خاصا على هذا المكان المقدس تلك الصناعة اليدوية الفريدة في الزخارف القيشانية ذات الألوان السبعة، أي القيشاني السباعي الألوان، التي تزين الجدران بآيات قرآنية وأشعار صوفية وزخارف زهرية رائعة. وسر جمال هذا المسجد يكمن في هذه الحرفة القيشانية اليدوية، إذ تصنع كل قطعة من القيشاني بجهد يد الفنان الأفغاني، وتزين بالمنمنمات الدقيقة ثم تثبت على صدر الجدران بعناية ومحبة وإتقان. هذا العمل الفني ليس مجرد أحد مميزات هذا المسجد، إنه حرفة يدوية أفغانية لا يمكن للدول الأخرى تقليدها. تدعي بعض الدول أنها ابتكرت هذا الفن، غير أن قيشانيها ينتج بالآلات، أما قيشانينا فهو من بركة الأيدي العاملة الكادحة ومن روح الفن المتوارث.
كل قيشاني تراها هنا مصنوعة يدويا، ففي الوقت الذي تنتج فيه القيشانيات اليوم بوسائل صناعية، ما زلنا هنا نصنع القيشانيات ذات الألوان السبعة باستخدام مواد من أرضنا كاللازورد والمعادن المستخرجة من المناجم الأفغانية. وهكذا حفظت ثقافة صناعة القيشانيات في هذا المسجد المبارك. وتزين هذه القيشانيات بأبيات من الشعر وآيات من القرآن الكريم، وبزخارف نباتية تأسر أنظار كل زائر عندما يدخل زائر المسجد حتى تنجذب عيناه فورا إلى روعة الزخارف والقيشانيات. إن هذا النوع من القيشانيات فريد من نوعه في أفغانستان، ولا يصنع مثله في أي مكان آخر من العالم، وهي تصنع يدويا داخل فناء المسجد نفسه. يأتي هذا العمل القيشاني بنوعين، أحدهما ذو 7 ألوان يعني هافترنج، والآخر ذو لون واحد، وكلاهما يصنعهما عمال القيشاني في مسجد هرات الكبير، ثم يستخدمان بعناية على الجدران وسائر الأقسام المعمارية من المسجد. هناك نوعان منها، القيشانيات الملساء والقيشانيات ذات الألوان السبعة التي يمكنكم مشاهدتها على جدران المسجد. وهناك نوع آخر من القيشاني يكون بلون واحد مثل اللون الأخضر أو الأحمر، كما يوجد نوع آخر وهو الفسيفساء القيشانية المصنوعة من تجميع قطع صغيرة تحرق كل قطعة على حدة قبل استعمالها. وللتعرف على أسرار هذه الحرفة، توجهنا إلى الورشة حيث تصنع هذه القيشانيات لنشهد عن قرب مراحلها الفنية ونفهم سر الجهد والتعب الكامن وراءها. تصنع لبنات القيشان أولا من الطين الخام، ثم توضع في النار حتى تشوى وتشتد صلابتها، وبعد إخراجها تصقل بعناية، ثم تلون بالأصباغ التي تحضر في ذات الورشة. ينتظر الحرفيون بعدها حتى تجف الألوان تماما. هناك يبدأ الرسام والخطاط في اختبار فنهما على الورق الأبيض، فيرسم الرسام الزخارف والورود الجميلة، ويخط الخطاط بحروف أنيقة آيات أو عبارات مفعمة بالجمال. ثم تنقل هذه الرسومات والخطوط بعناية إلى اللبنات الملونة. بعد ذلك تعاد هذه اللبنات إلى لهيب الأفران المشتعلة بالفحم حتى تثبت الألوان وتتهيأ لتصبح قيشانا جاهزة. وحين تخرج من النار يستخدم الحرفي أداة حديدية دقيقة ومطرقة خفيفة ليبرز منها حروف الخط وتفاصيل الزخارف نحتا ونقشا، ثم يجمع تلك القطع الصغيرة واحدة تلو الأخرى ويرتبها بدقة تامة كي لا تختلط الحروف ولا تتداخل أشكال الورود. وحين ترتب الكلمات والحروف في نظام متناسق جميل، تسكب عليها طبقة من الإسمنت الممزوج بالرمل وتسوى بعناية. تترك هذه الطبقة في أسفلها حتى تجف تماما، ثم تقلب القيشانة على وجهها، فإذا بها لوحة بديعة ملونة يسطع فيها جمال الفن وتجلي البركة في أيادي الحرفيين الأفغان الذين أبدعوها بجهدهم وتعبهم وإخلاصهم. وما يجعل هذا الفن مدهشا أن الحرفيين هنا ما زالوا ملتزمين بالأساليب القديمة في صناعة القيشانيات، مستخدمين القوالب والأشكال الموروثة عبر الأجيال. وقد بلغت شهرة قيشانيات هرات حدا جعلها تصدر بحسب بعض المصادر إلى سمرقند وبخارى والهند، حيث استخدمت في تزيين المباني الدينية والتاريخية هناك، مما أكسبها مكانة وقيمة فنية فريدة. بعض أجزاء المسجد القديمة ما زالت تحتفظ بزخارف ومنمنمات من عهد السلطان غياث الدين محمد الغوري، وهذه القطع ليست حجارة فحسب، بل شواهد على حضارة راقية وفن عظيم وإيمان عميق. ومن خلال كل نقش ولون وحرف يسمع صوت التاريخ، فيعيش الزائر تجربة روحية وثقافية فريدة. وعندما تتعرض أجزاء من المسجد للخراب،
لا تدخر الإمارة الإسلامية جهدا أو مالا في ترميمه، إلى جانب لجنة نشطة من تجار هرات وأثريائها الذين يتولون صيانته وحمايته باستمرار. هذا المسجد المزين بزخارف القيشان الملونة أصبح مقصدا سياحيا بارزا يزوره يوميا المئات من الزوار المحليين والعشرات من السياح الأجانب ليشاهدوا روعة الفن الأصيل. كما أن المسجد مزدان بزخارف وألوان زاهية تجذب الزائرين المحليين والدوليين، ويزور المسجد يوميا نحو 1000 زائر، بينهم قرابة 10 سياح أجانب يوميا من الدول المختلفة، ويزورون دائما المجد وبناؤه وما أنجز فيه عبر التاريخ سواء في عهد الغوريين أو التيموريين، كما تراقب وتتابع أعمال الترميم والصيانة التي أجريت على هذا المسجد عبر الزمن، وهذا أمر نفتخر به جميعا. بازدید میکنم و ایجی جزء همین بازم تکرار میکنم که افتخارات ما و شما است. لقد أولى كثير من الناس حول العالم اهتمامهم بالآثار التاريخية، ولهذا باتت أنظار السياح تتجه نحو أفغانستان، فهي بلد يزخر بتراث ثقافي عميق وآثار خالدة تمثل هويتنا ومصدر فخرنا. وللتعرف على هذا التراث التقينا سياحا قدموا من أستراليا والهند، وسألناهم عن دوافع زيارتهم وانطباعاتهم عن أفغانستان، فعبروا عن مشاعرهم الصادقة بكلمات مفعمة بالسرور. أنا من أستراليا، وقد مضى 10 أيام على وجودي في أفغانستان. خلال هذه المدة سافرت إلى العديد من الأماكن الجميلة هنا. كنت أظن أن في أستراليا حدائق وطنية رائعة، لكن الحدائق الوطنية في أفغانستان حقا مذهلة، فالأنهار وسفوح الجبال والتلال هنا غاية في الجمال والجاذبية. لقد قرأت كثيرا عن أفغانستان ودول آسيا الوسطى، ودرست بعمق الدور الذي تؤديه أفغانستان في هذه المنطقة، لكن زيارتي إلى هنا كانت تجربة تفوق كل ما قرأته أو سمعته. اقتراحي أو رسالتي بشأن أفغانستان هي أن أتحدث إلى العالم عن السياحة فيها. أولا وقبل كل شيء أود أن أقول إن هذا البلد آمن جدا للسياح الذين يرغبون في اكتشاف عالم جديد وتجربة مختلفة، ولا تصغوا إلى وسائل الإعلام الغربية، فغالبا ما تكون آراؤهم وانطباعاتهم غير صحيحة. لقد قيل الكثير عن أفغانستان، لكن من يأتي إلى هنا ويرى بنفسه يدرك أنها بلد جميل بحق، بلد هادئ يتميز بصدق شعبه وكرم ضيافتهم، وهي صفات يمكن أن تجدها نادرا في أماكن أخرى من العالم، وفي هرات على وجه الخصوص. الناس ودودون للغاية ويحسنون الترحيب بالزائرين. أعتقد أن أفغانستان واحدة من الوجهات السياحية القليلة المعروفة في العالم، ولذلك إن كنت تخطط للسفر فعليك أن تجعل هذا البلد حتما ضمن قائمتك. المسجد الكبير في هرات لوحة مضيئة من تاريخ الإسلام وثقافته، يتألق بتصميمه البديع وزخارفه القيشانية الخضراء والصفراء التي تخطف الأبصار وتفتن القلوب. أنا الآن في هرات في المسجد الأزرق الجميل الذي أقيم في رأيي في القرن 12 الميلادي. هذا المسجد ليس جميلا من الناحية المعمارية فحسب، بل هو أيضا رائع بما يحمله من روح الناس ودفئهم. إن كان لديكم وقت فزوروه وقت صلاة المغرب، واكتفوا فقط بالإصغاء إلى الأجواء من حولكم، وحتى إن لم تكونوا مسلمين يمكنكم زيارة هذا المكان والاستمتاع بجماله وروحانيته. إنه حقا مكان جميل للغاية،
ولا سيما المسجد الأزرق، إن الزخارف والعمل على القيشاني والألوان الزرقاء فيه في غاية الجمال، وتترك أثرا عميقا في النفس، خصوصا حين تدرك أنه بني قبل 1000 عام. يذكرني هذا المكان بمدن آسيا الوسطى الكبرى مثل بخارى وسمرقند، وبمساجدها التاريخية الرائعة. إنه حقا مكان بديع يأسر القلب والبصر. أعتقد أن هذا المكان يعد نموذجا رائعا من العمارة الإسلامية، ويجسد بصورة جميلة طراز العمارة في هذه المنطقة. أما لون القيشاني الأزرق فهو حقا ساحر يأسر الأنظار. يأتي السياح والزوار الأجانب إلى هنا ليتأملوا جمال هذا الصرح، ويكشف أسرار آثاره التاريخية، ويستشعر عظمة الأزمنة الغابرة عن قرب. يحمل المسجد الكبير في هرات أهمية خاصة في جذب الزوار من النواحي الدينية والفنية والثقافية والتاريخية، وعندما تجتمع هذه العوامل يزداد الإقبال السياحي طبيعيا. ويزور هذا المسجد عدد كبير من الناس من مختلف أنحاء أفغانستان، ليس من هرات فحسب بل من ولايات أخرى. عندما يزورون المواقع التاريخية فيزورون مسجد هرات الكبير كذلك، فضلا عن الزوار الأجانب الذين يزورون هذا المسجد، وفي بعض الأحيان عندما يلتقون بنا ويشاركون الأحوال معنا. وعند ذهابهم إلى هرات يهتمون بزيارة الأماكن الدينية والتاريخية هناك، حيث يبدون رغبة في الإطلاع عليها وزيارتها. قبل عامين شهدت هرات زلزالا مدمرا أدى إلى انهيار 12 قبة وأجزاء أخرى من مسجد هرات الكبير، مسببا خسائرا مادية كبيرة إلى 1.5 مليون دولار. لكن بفضل التعاون الكبير من الإمارة الإسلامية ودعم تجار هرات، أعيد ترميم نحو 80% من المسجد، ومن المتوقع أن تكتمل جميع أعمال الترميم خلال عام واحد ليعود إلى سابق مجده. كما تعلمون، ضرب زلزال مدمر ولاية هرات قبل عامين، وتسبب في تدمير نحو 12 مئذنة، منها واحدة من أكبر المآذن في ساحة المسجد، مما خلف خسائرا تقدر ب1.5 مليون دولار. وبفضل جهود الإمارة الإسلامية وسكان هرات والتجار الكرماء وخطيب المسجد، تم ترميم نحو 80% من الأضرار. وقد لاحظتم أن بعض الأجزاء قد أعيد ترميمها بالفعل، وإن شاء الله خلال 6 أشهر إلى عام واحد سيتم استكمال الترميم الكامل لجميع الأجزاء المتضررة. يضم المسجد الكبير في هرات فريق خاص بالصيانة والحفاظ تحت إشراف وزارة الإعلام والثقافة، ويتولى مديرية الإعلام والثقافة في هرات الإشراف المباشر على ذلك. يعمل فريق دائم على مدار 24 ساعة للعناية بالزخارف والبنية المعمارية والعناصر الفنية للمسجد، ويضم الفريق خبراء مهرة يعملون باستمرار، وهناك شبكة متكاملة تعنى فقط بصون جمال المسجد وعمارته. كما تؤدي ورشة القيشانيات التابعة للمسجد دورا محوريا في جهود الحفظ والترميم. هذا المسجد مجموعة خالدة من الإيمان والفن والتاريخ والشجاعة، حفظ عبر القرون آثار الحياة والجهد والإبداع. كل زائر وكل روح وكل قلب يجد نفسه متصلا بجمال هذه البناية وفنها وروحانيتها. وحين تغيب أشعة الشمس ببطء خلف الجبل، تتلألأ المسجد في أضواء ذهبية ناعمة،
وتشرق مآذنه كأنها من ذهب خالص، بينما تتلألأ قيشانه في ظلال الليل بألوان زرقاء وفيروزية. وفي ساحة المسجد تخلق أنوار المصابيح جوا مميزا من السكينة والروحانية، فيما يروي المحراب والزخارف والخطوط قصص التاريخ خلف النجوم. إن مشهد الليل الصامت يبدو وكأنه لوحة حية تجمع بين الفن والإيمان والتاريخ.